لكل أخت متبرجة، خدي قميصي استري نفسك بيه. والله خلاص الذنب خدت عليه. الطرحة ليه على الاكتاف والشعر ليه مكشوف. بنات ما عادتش تخاف ورجالة عندها ظروف. لا تكوني فاكرة طرحة على الاكتاف وبقية اللبس كان شفاف، ده اسمه حجاب. ده كدبة طلعها شوية كلاب. وانت يا غلبانة مشيتي وياهم، ولو ما سطرتيش اللي اتعرى في الآخرة هتكوني معاهم. فين حياء النساء؟ ما عادش زي زمان، وبقاهم عندهم المظاهر أهم من الامتحان. لا تكوني فاكرة بنطلون قصير على خلخال، وكمان متشمرة وساعة وانسيال، والرقبة باينة وسلسلة وهدوم متبهدلة ومتهلهلة، وكده الحجاب وماشي الحال. النساء خلاص بتضيع، وناس انه العمر بيجري في السريع، تعري وميك اب كتير وحاجة نيلة، والرجالة في البليلة نازلة وعلى ظهرها مشاهدة ممتعة للجميع. يا بيه، يا أستاذ، يا مستر، يا دكتور، يا كل الرجال، التبرج مش مقياس لمستواك المادي ولا للتحضر ولا للجمال. مفيش غير ان عرضك بيغتصب من شوية عيال. نفسي اعرف ليه شنبك مش شغال، وازاي راضي تكون ديوس. ازاي قابل اللي يسوى اللي ما يسواش على عرضك يدوس. اما انت مستقبلهم بالفلوس، وشلت مستقبلهم في الاخرة من القاموس. مراتك نازلة الشارع ومبينة من الهدوم كل التفاصيل. نفسي اعرف ازاي عليهم مش بتغير، ازاي ما بتتوجعش من نظرة الشباب ليهم يلي مش اصيل، وتمشي بحنجرتك في الشارع وعامل فيها الشاب الكبير.